إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع صراخ خزاعة في نصف الليل وهو يتوضأ، واللي كان وقتها خزاعة يقتلون في كل مكان عند ماء الوتير، يعني كانوا في مجزرة. في يوم سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة إعجازية من الله، رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك لبيك لبيك. وقلت إعجازية لأن المسافة بين المدينة وماء الوتير جدا كبيرة، ومهما كان سمعك قوي مستحيل أنك تسمعها إلا بطريقة إعجازية من الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس من اللي سوى المجزرة في خزاعة؟ في قصة اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أكبر جيش للمسلمين على الإطلاق بعد ما قريش نقضت الصلح اللي بينهم وسوت مجزرة في خزاعة في نصف الليل. اليوم هو نهاية السلام وبداية أعظم فتح في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. إذا ما شفت حلقة صلح الحديبية أنصحك بشدة إنك تروح تشوفها عشان تفهم بعض التفاصيل في قصة اليوم. كيف راح تفهم كيف نقض صلح الحديبية وانت ما تعرف شو الصلح أصلا، وش الأحداث اللي حصلت فيه. فأتمنى إذا ما شفت حلقة صلح الحديبية إنك تروح تشوفها عشان تفهم قصة اليوم، لأن حرام تشوف هذه الحلقة وما تعرف بعض التفاصيل المهمة في هذه الحلقة. بس عشان ناخذ برضو صورة كاملة بنراجع بعض التفاصيل اللي مرة مهمة في أحداث قصة اليوم. صلح الحديبية كان قائم على السلام بين أهل مكة والمسلمين لمدة 10 سنوات، فكانت هذه المدة المقررة يعني في العهد. وكان ضمن هذا العقد شروط كثيرة، ومن هذه الشروط أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده من باقي القبائل يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم يدخل معهم برضه، وأن القبيلة اللي تنضم لأي من الفريقين سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قريش تعتبر جزء من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوان على ذلك الفريق أو ذلك القبيلة. فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا بنو بكر في عهد قريش. يعني إذا قريش تعدت على خزاعة كأنها تعدت على المسلمين، وإذا المسلمين تعدوا على بنو بكر كأنهم تعدوا على قريش، وبكذا الصلح ينهدم. بس يوم خلصوا الصلح وبيتوا المسلمين في ذاك الوادي، قامت مجموعة من قريش واغتالوا واحد من المسلمين، ودوبهم عقدوا صلح الحديبية. فقام واحد من الصحابة ومسكهم وجابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، دعهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، يعني بيكون لهذول الفئة أول الغدر وآخرة برضه. ودامنا عرفنا هذه الشيئين المهمين حطوهم ببالك وخذ لك شيء تاكله، ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا. اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطرح لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. في يوم انتصف الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عشان يبغى يصلي الليل. فتحكي ميمونة رضي الله عنها وتقول وهو يتوضأ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه يقول 3 مرات لبيك لبيك لبيك، نصرت نصرت نصرت. تقول تعجبت، كنت أفكر إن في أحد جالس يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظرته إلين رجع للحجرة. تقول فسألته قلت لها يا رسول الله سمعتك تقول لبيك 3 مرات ونصرت 3 مرات، هل كان في أحد معاك تخاطبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا راجز بني كعب، يعني هذا صراخ بني كعب اللي هم خزاعة، يستصرخون يزعم أن قريشا أعانت عليهم بكر بن وائل اللي هم بني بكر. بات النبي صلى الله عليه وسلم ذيك الليلة عند ميمونة رضي الله عنها. في يوم أصبح الصبح ذكر المغازي أن محمد بن عمر رحمه الله يقول أن في ذاك الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة لقد حدث في خزاعة أمر. قالت عائشة يا رسول الله أترى قريش تجتري على نقض العهد بعد اللي حصل لهم، يعني تنقض العهد الذي بينك وبينهم وقد أفناهم السيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى. فقالت يا رسول الله خير؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم خير، بس بعد فترة إلا برجل من خزاعة يوافي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الصباح ويقول له يا ربي إني ناشدت محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. تبغى تعرف إيش اللي حصل بين خزاعة وبني بكر وإيش المشكلة اللي في الأصل بينهم؟ لازم نرجع وراء إلى ما قبل الإسلام. كان بين خزاعة وبنو بكر
حرب شديدة جدا، وكل هذه الحرب بدت بقتل تاجر من التجار، تاجر من بني بكر. كان هذا التاجر عنده أموال كثيرة جدا. توجه هذا التاجر إلى خزاعة لغرض التجارة يعني، بس ما كان يعرف أن قبره هناك، لأنها أول ما توسط خزاعة قامت مجموعة من خزاعة وقتلوا الرجال وأخذوا أمواله. لما شافوا أن عنده أموال كذا قالوا نصفي. بس يوم وصل الخبر لبني بكر زعلوا زعل شديد جدا، والله ما ألومهم الحقيقة. فجهزوا لهم خطة واغتالوا رجل من خزاعة كنوع من رد الاعتبار. قتلتوا واحد من رجالنا، حنا نقتل واحد من رجالكم. قاموا خزاعة يوم شافوا الأمر زي كذا قالوا والله لا نأدبه، والله لا نقتل من كبار بني بكر، واللي هم كانوا بني الأسود، وكانوا بنو الأسود هذولا يعني من كبار العرب، إلى درجة أن كانت دية الواحد فيهم كديتين من الرجال العادي، من عظم شأنهم يعني وضعهم يعني هاي كلاس. اصطنخت خزاعة واغتالوا واحد من بني الأسود، وهنا اشتبت بني بكر وحصلت بينهم كثير من النزاعات. بس قبل ما تاخذ بنو بكر بثأرها دخلت خزاعة في صلح الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخلوا في الإسلام، ودخلوا بنو بكر في عهد قريش من باب المعاداة. بس دم بني بكر باقي يفور، ما أخذوا بالثأر، بس قاموا رجال من قريش يحرضون بني بكر على الثأر. ومو بس هنا، مدوا لهم بالأموال وأرسلوا لهم حتى رجال قريش ووصوهم وقالوا لهم يعني حاولوا تهجمون في الليل، لا تهجمون في الصباح، وما عليكم الوضع يعني تحت السيطرة. طبعا هذول الرجال اللي من قريش سووا هذه الفعلة من دون علم سيد قريش اللي كان في ذاك الوقت أبو سفيان. كان سيد قريش في ذاك الوقت بعد ما مات نص سادة قريش في المعارك السابقة. خزاعة دائما يستقون من ماء قرب مكة، واسم هذا الماء الوتير. حنا نعرفهم يجلسون في الوتير ليلة كاملة ويرجعون في الصباح. اسمعوا يا قريش، بنتربص لهم ليل ونهجم عليهم كعصابة في الصحراء، نقتل منهم اللي نقدر ونهرب، وبكذا خذنا بالثأر ومن دون ما حد يعرف. حتى لو عرفوا بأن حنا بني بكر نجحد يا حبيبي قطاع طرق، ما حد بيعرف من نحن. تشجعت قريش وقاموا حتى مجموعة من رجال قريش يشاركون في هذه المعركة أو في هذه الغيلة، وكانوا هذه المجموعة فيها الأشخاص اللي اغتالوا الصحابي في صلح الحديبية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء. فعلا هذا اللي حصل. خزاعة خرجت تستقي في ماء الوتير، وبنو بكر بين الجبال ينتظرون الفرصة المناسبة. أدلج الليل عليهم، ومن دون سابق انذار هجموا بني بكر عليهم وقتلوا فيهم مجموعة كبيرة. فهربت خزاعة ولحقوهم بعض بني بكر. المهم انهم اخذوا بثأرهم، لان القصة هنا تطول وحصلت احداث مرة قوية جدا. بس اول ما حصل هذا الحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في الليل عند ميمونة رضي الله عنها. في هذاك الليل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك لبيك، مع أن هذه هي خيانة وطعنا في ظهر المسلمين، إلا إنه كان أكبر فتح للمسلمين. بعد ما قتل الكثير من خزاعة في الوتير، أصبح الصبح فتوجه عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلمه عن اللي حصل. فدخل عمرو بن سالم المدينة يبحث للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. مسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الشعر اللي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفزع. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا عمرو بن سالم. بس ما هي إلا فترة بسيطة إلا بسيد خزاعة يدخل المدينة، يجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره كل التفاصيل، خبره الخبر بكل التفاصيل والأدلة بر، فرط له السبحة كاملة. يوم ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وإيش الفضايح اللي حصلت في الوتير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. يعني كأني أرى أبو سفيان الحين يدخل المدينة يبغى يشد العقد، يعني يجدد العقد ويرجع العلاقات زي ما كانت. وكان في واحد مع الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، كان يسمع كل شيء. وكان لحاطب ابن بلتعة أهل في قريش باقي ما أسلم، وكان واضح على حاطب ابن بلتعة الخوف، كان خايف على أهله اللي في مكة، كان حاس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة. بس بعدها خرج سيد خزاعة متوجه لمكة، بس وهو في الطريق إلا يواجه أبو سفيان سيد قريش. واجهه في الطريق، كان أبو سفيان متوجه للمدينة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان وجه أبو سفيان مليان خوف، وشايف سيد خزاعة على طريق المدينة. سألهم مباشرة وين كنت؟ قالوا كنا في وادي قبل كذا ومرينا على هذا الساحل يعني والأمور طيبة. ما قالوا له أنهم خارجين من المدينة أصلا. قال لهم أبو سفيان يعني ما مريتوا على محمد شيء؟ يعني كنكم جايين من نفس الطريق يعني، ها إذا مريتوا على محمد قولوا لي، خلوكم صريحين معه. قالوا لا ما مرينا أبدا على محمد،
ما مرينا على المدينة، ما شفنا المدينة. وفي أنفسهم يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيروح يحاول أنه يلحق العهد. يعني كانوا يفكرون أن الأمر بيمشي على أبو سفيان كذا سلامات، لكن أبو سفيان كان داهية، مو بسهل زي ما توقعوا خزاعة. في يوم قف سيد خزاعة ومشوا، انتظرهم أبو سفيان لين اختفوا، ونزل على بعر راحلتهم، نزل على البعر وبدأ يفتها بيده. المدينة أرض التمور، وأكيد إنهم إذا مروا على المدينة إن في بعر راحلتهم فصى، لأن البعير بيأكل التمر بفصاحة. بدأ يفتت في البحر، إلا والله داخل البحر فصى التمر اللي هو نواة التمر. قال والله إنهم مروا على محمد وأخبروه الخبر. والله داهية يا رجل. فانطلق أبو سفيان للمدينة. في يوم دخلها توجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة. فالتفتوا الصحابة إلا والله بأبو سفيان. دوبه النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنه. فأقبل أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وقال يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة. لا إله إلا الله، نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولذلك قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟ يعني هل فعلا جيت عشان العقد والصلح وإن ما حصل شيء ينقض الصلح فعلا؟ قال أبو سفيان معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية، لا تغيروا ولا تبدلوا، إنما أتيت يا محمد لأشد العقد وأزبط العلاقات. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهل. يقوم أبو سفيان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتجاهل. بدأ أبو سفيان يحاول في النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول في الصحابة، تكفون حاولوا. يعني فعلا يا أبو سفيان ما حصل شيء، واضح عليك متوتر. لكن الجميع ساكت، ولا أحد من الصحابة يكلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم شافوا النبي ما كلمه صاروا صحابة حتى هم ما يكلمونه عشان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. يوم شاف أبو سفيان الوضع كذا وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه وجه أبدا، توجه لأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح لأبو بكر، تكفى يا أبو بكر، حاول في محمد يلين شويتين. قال أبو بكر ما أنا بفاعل. صحيح أنت تبغى أشفع لمشرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق لعمر، يا عمر تكفى يا عمر، فزعتك يا عمر. فرد عليه عمر أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. عمر سبحان الله، عمر ما عنده وقت. فانطلق أبو سفيان لعثمان، تكفى يا عثمان، فزعتك يا عثمان. رد عليه عثمان جواري في جوار رسول الله، انت ما باقي إلا خيار واحد، علي. فانطلق لعلي وقال له يا علي تكفى، إنك أمس القوم بنا رحمة، وإني قد جئتك في حاجة فلا أرجع عنك كما جئت خائبا، أنت أقرب واحد لنا يا علي تكفى، لا ترجعني خال اليدين، فاشفع لي إلى محمد. فرد علي علي ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، تبغاني أتشفع لك عند رسول الله؟ أنت مشرك، براءة من الشرك يا رجل أبعد حدود، مو الحين تفتخر بأنك تتشبه بمشرك. عزة وكرامة لن ترجع إلا بتمسكنا. هنا خلاص أبو سفيان المسألة صارت أكبر منه، أظلمت الدنيا في عيون، يعني فوق أن الأمر حصل من وراء ظهري. فقال لعلي يا أبا الحسن إني أرى الأمور اشتدت فانصح. فقال علي والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. يعني أنت روح اطلب النبي صلى الله عليه وسلم واشفع لقومك عند النبي صلى الله عليه وسلم، حنا لا نستطيع. فقال أبو سفيان أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ بتنفع الحركة ذي ولا لا؟ قال علي لا والله ما أظن، ولكني لا أجد لك غير ذلك، هو الحل الوحيد. فقام أبو سفيان وهو محطم من الداخل ما بيده شيء، وصار موقفه أمام الجميع جدا محرج جدا سيء. يعرف بأن النبي ما بيجي الساعة، وإن في جيوش بتاخذهم مثل العاصف، لكنه ما يعرف متى العاصف هتبدأ، هذا هو الفرق. فوقف في المسجد أبو سفيان وصرخ في المسلمين كلهم وقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، يعني أنا شفيع قومي بشفع قومي. والتفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يغفرني أحد ولا يرد جواري أحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. فركب أبو سفيان بعيره ومشى، رجع لقومه وصيح عليهم، لأنه كان خارج السالفة وكل هذا حصل من وراء ظهره، وهو اللي انكب، هم شره وهو شال الشر. قال لهم والله أنا حاولت أشفع لكم عنده. قالوا له هل أجاز ذلك؟ نفع؟ قال لا ما نفع. رد علي وقال أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. فعصبوا القوم وقالوا ويلك يا أبا سفيان وش ذا رحت ليش؟ طيب والله إن زاد الرجل على أن لعب بك وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيئا، أخذوك رايح جاي، ضحكت علينا الخليقة كاملة ورجعت خالية لديك. فقال والله ما وجدت إلا هذا قبحكم الله، ما لي فيما فعلت، تركبوني الشرها قاتلكم الله. طبعا ما حد في المدينة كاملة يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة، وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى هذه الغزوة سر، ما حد يعرف متى سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة حتى لا ينتشر الخبر بين العرب وتتنبأ قريش بهذه الغزوة.
فبعد فترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنها تجهز لبس الحرب ولا تعلم أحد وين يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قامت عائشة رضي الله عنها تزبط للنبي صلى الله عليه وسلم لباس، ترتب أدواته وتنظف وترتب الملابس، يعني تسوي الأشياء اللي أغلب البنات في هذا الزمان ما تبغى تسويها. وهي ترتب أدوات المعركة إلا بالباب يفتح إلا بأبو بكر أبوها، ويشوف أبو بكر عائشة وهي ترتب أدوات المعركة يعني. فقال لها يا بنتي أأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقالت نعم. فقال لها يا بنتي وين تتوقعين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو؟ سكتت عائشة. وأبو بكر يناظر، قال لها الروم، سكتت ما ردت أبدا. قال لها أهل نجد، سكتت ما ترد بأي حرف، ساكتة وتناظر في أبوها. قال قريش يغزو مكة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل. فالتفت أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله في غزوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال بنغزو الروم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. أهل نجد؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم لا. سكت أبو بكر. قال قريش يا رسول الله؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال نعم. قال أبو بكر والصلح يا رسول الله؟ بيننا وبينهم صلح، إيش اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو كعب هم خزاعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسل لباقي قبائل العرب المسلمة وبوادي المدينة وأطرافها، ويعلمونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لغزوة من دون ما يسمون أي وجهة، وإذا سألوهم يقولون الله ورسوله أعلم. فتجمعوا من أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وكثير من باقي قبائل العرب المسلمة، تجهزوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح جيش المسلمين 10,000 مجاهد. ويوم أصبح الجيش جاهز رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للسماء ودعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها إلا برعد يخرج من سحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب، بس وراء الأودية حاطب بن بلتعة يعطي رسالة لفتاة مشركة من مزينة. فقال لها اسمعي خذي هذه الورقة وصليها لصفوان بن أمية أو عكرمة بن أبي جهل أو سهيل بن عمرو، وانتبهي اخفي هذه الورقة في أي مكان، لا حد يعرف إن معك هذه الورقة، وترى الطريق هذا في حراس وفي عيون كثيرة، فاتخذي طريق غيره. الين هنا خلصنا أول جزء من فتح مكة. اعذروني ما أقدر أسوي فتح مكة في مقطع واحد، بنسويه على أجزاء عشان نذكر كل التفاصيل اللي موجودة واللي الحقيقة ما تقدر تتجاوزها لأنها تفاصيل جدا رائعة. بس بعد ما نخلص الأجزاء كاملة بنجمعها في مقطع واحد يعني، فلا تخاف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل عام وأنتم بخير، راح توحشوني. السلام عليكم ورحمة الله.